يا مساء الورد على أحلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة وسهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. هنعمل كفتة بالخضار والمشروم، انما ايه حكاية. بس قبل ما اكمل الفيديو حابة افكركم، لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا شيف رورو ودي قناتي. بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها. ويلا بينا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. يلا بينا. بالنسبة للحمة أنا هنا مستخدمة حوالي كيلو إلا ربع من اللحمة، وطبعا بيكون فيها نسبة من الدهن. بالنسبة للبهارات بقى عندي معلقة صغيرة مليانة من كل من بهارات كفتة، قرفة وفلفل أسود، ملح وبيكنج باودر، وكمان توم مفروم. بالنسبة للبهارات بتاعة الكفتة، أي بهارات انتوا بتحبوا تستخدموها للحمة ممكن تحطوها في الوصفة دي. هنزل بقى البهارات مع اللحمة وهعجنها كويس قوي، وهغطيها واسيبها في التلاجة تاني يوم. لو مستعجلين عنها ممكن ان احنا نسيبها ساعتين قبل الطبخ. بعد كده هطلع اللحمة من التلاجة وهشكلها لكرات متساوية. هجيب طاسة على النار اسخنها كويس قوي، احط معلقتين كبار من الزبدة مع معلقتين كبار من الزيت، وهكون شغالة على نار عالية. هنزل بقى الكرات بتاعة الكفتة علشان تاخد صدمة وتاخد لون كويس من جميع الجهات. طبعا مش هقلبها كتير لحد لما احس ان هي خدت لون، وبعد كده هبتدي ان انا احرك الصينية، علشان انا مش عايزة الكفتة بتاعتي انها تجيب ميتها. اول ما احس انها خدت لون، وفي يعني مثلا كفتة مش عايزة انها تتحرك معايا في الصينية، هبتدي كده بالشوكة بسيطة، هبتدي ان انا احركها واقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون من جميع الجهات. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ كده تمام قوي، هو ده اللي انا عايزاه. ههدي بقى النار او هطفي النار علشان الخضار اللي احطه بعد كده ما يتحرقش. وهبتدي ان انا اشيل الكرات واحطها في طبق على جنب، وهشتغل هكمل شغل في نفس الطاسة، يعني لا مواعين ولا اي حاجة، حاجة كده في منتهى السهولة. بعد ما الطاسة هديت شوية هعيد بقى النار من تاني وهنزل المشروم. انا بحب اعصر عليه عصرة من الليمون علشان ما يسودش معايا. بعد كده هقلبه لحد لما ياخد لون، وبعد كده هنزل حوالي شوية من شوربة، كبشة كده من الشوربة، شوربة لحمة او حتى مرقة دجاج زي ما انتوا حابين. واهدي النار واغطيه لحد لما يبتدي المشروم بتاعي يستوي. الكمية بتاعت الخضار دي حاجة ترجع لكم انتوا. 5 دقايق بالكتير او 10 دقايق لحد لما يستوي معايا المشروم. بعد كده هبتدي ان انا احط حوالي فصين من الثوم المفروم، او ما يعادل معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهقلبه كويس مع المشروم. طبعا انا مش عايزة المشروم يستوي كويس قوي، انا عايزة بس يبقى نص سوا، علشان لسه الصينية هتدخل معايا الفرن، فانا مش عايزاه ان هو يتهري معايا. بعد كده هبتدي ان انا اشيله من الصينية، وبرده هنكمل في نفس الصينية بتاعتنا. هحط بقى قطعة من الزبدة مع معلقتين كبار من الزيت علشان ابتدي ان انا اشوح الخضار اللي معايا. انا هنا استخدمت بسلة وجزر، وكمان احط بصل متقطع شرايح. لو انتوا حابين تحطوا بطاطس زي ما انتوا حابين، بس انا ما بحبهاش، لان لو الاكلة قعدت تاني يوم بتكون مهرية اوي البطاطس، فانا بحب استخدم الخضار اللي هو ما بيتهريش بسهولة. بعد كده هديله تقلبتين، احط رشة من فلفل اسود، وكمان احط شوية من الملح، وهبتدي ان انا اقلب كويس قوي الخضار مع بعض. واحط كمان فصين من الثوم المفروم، يعني ما يعادل معلقة صغيرة من الثوم المفروم. طيب بالنسبة بقى الصلصة اللي انا هستخدمها هي الصلصة الجاهزة، وهي دي اللي استخدمتها، ودي بتبقى منكهة بالملح والفلفل الاسود. دي انا بحب طعمها قوي في الطبخ. هحطها وهملأ الازازة برضو شوية مية عشان اخد بقية الصوص اللي فيها، وهكمل بالشوربة، او زي ما قلت لكم لو في مرقة دجاج. هبتدي بقى ان انا اقلب كويس. بعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من السكر، وهنزل بقى كل الحاجة اللي عندي. هنزل المشروم، وكمان هنزل الكفتة. في الوقت دوت انا بكون طبعا شغالة على نار وسط، وبكون مشغلة الفرن عشان يسخن معايا، علشان هدخل الطاجن معايا ان هو يكمل سوا في الفرن. طيب بالنسبة للتسوية انا حطيته على الرف الشبكة اللي في النص على درجة حرارة عالية.
بالنسبة لي كل حاجة تعتبر مستوية، والبسلة والجزر مش هياخدوا وقت قوي في السوا، وهم واخدين كده كده 3/4 سوا على النار من فوق. فهدخلهم لحد لما تتحمر معايا الكفتة، بحيث ان هي تاخد لون من فوق. فعشان كده انا مش هغطيها، وهسيبها على درجة حرارة عالية لحد لما احس ان الصوص بتاعي اتسبك والكفتة خدت معايا لون. لما بدخلها الفرن بحط 2 من ورق اللورة او ورق الغار، علشان يعزز معايا نكهة البهارات. وبعد كده بقدر ان انا اشيلهم عادي. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن وخدت التحميرة. طبعا لما باجي اسخنها تاني يوم بزود شوية شوربة، فبتتفك معايا الصلصة او الصوص اللي انا عاملاه للكفتة. تقدروا تاكلوها جنب اي حاجة انتوا حابينها. انا حبيت ان انا اكلها جنب رز بالشعرية. وانا كنت عملت معاكم الرز قبل كده، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف، وهيظهر لكم في اخر الفيديو على الشاشة. وصفة سهلة وسريعة، طعمها وريحتها ولا اروع ولا احلى من كده. بتمنى انكم تجربوها. زي ما انتم شايفين ما فيهاش مواعين كتير، يعني ما فيش اسهل من كده. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وبتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.